محاكمات عسكريه في الاسماعيليه وفي السويس وفي القاهره، قبض على الفتاه، يعني بنت عندها 17 سنه متهمه بان هي بحيازه ار بي جي عشان كانت لما طيب كانت راجعه. أنت يعني تقول بس نفس انا المشهد بتحدث في ذات السياق. انا بتحدث عن المشهد. معلش طيب اعذرني اكمل اخر نقطه معذرني أنت أيضا لأني ماشي مضطر معلش. أقاطعك. النقطه الاخيره هي نقطه النهارده في مشهد الاعتصام اللي كان في غزل المحله، اللي دخل دبابه في المصنع لايقاف الاضراب عن العمل، والحاكم العسكري بيقول لهم انا هتصرف لكم في المشكله بتاعتكم وامشوا وفضل الاعتصام بالقوه. ده اللي حصل النهارده واللي طيب. كان بيحصل قبل ثوره 25 يناير، ودي دلائل واضحه ان الثوره في ارتداد قويه، ونحن حسنا. نريد ارجاعها الى مسار طبيعي. في خبر أيضا آخر، قالت صحيفة الأهرام إن عمال شركة غزل المحلة دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والحكومة صرف مكافأة الشهر والمكافأة نصف السنوية مع أجور شهر أغسطس الحالي، مما دفعهم إلى إيقاف ماكينات مصانع الشركة لحين تلبية مطالبهم. ردد العمال هتافات تطالب باسترداد حقوقهم والتأكيد على استمرار الثورة ضد الجوع والفقر والمحسوبية، ونددوا بمن وصفوهم بالفلول والفاسدين. معنا من محافظة الغربية الصحفي رضا غانم. سيد رضا، اشرح لنا ما يحدث وفي أي اتجاه يسير. حقيقة ما حدث اليوم في شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية هو إعلان عمال الشركة الإضراب، عمال شركة الغزل والنسيج الإضراب، وقاموا عصر اليوم بتوقيف جميع الماكينات وامتنعوا عن العمل، واحتشد المئات من العمال والعاملات امام مبنى الاداره، وافترشوا الحدائق الداخليه والارصفه خلف اسوار الشركه. وطلب العمال باقاله المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج، والمهندس ابراهيم بدير المفوض العام للشركه. طيب كيف يتم التعامل معهم، يعني من السلطات، من قوات الأمن أو غيرها؟ هل يسمح لهم بالاعتصام والتظاهر كما شاءوا دون أن يتعرض أحد لهم؟ تدخل الحاكم العسكري بمدينة المحلة وخطب العمال المعتصمين أمام مبنى الشركة، وتعهد الحاكم العسكري بتطهير الشركة من الفساد، وأعلن أنه سوف يتم حل مشكلتهم يوم الخميس القادم. سبب المشكلة تتمثل في تأخير صرف 3 شهور من الأجر الأساسي من مستحقاتهم من الأرباح السنوية. طب ما دخل الحاكم العسكري؟ يعني يفترض هذه دولة مدنية، يعني إذا شرحت لي فقط لماذا جاء الحاكم العسكري ولم يأتي المحافظ مثلا أو أي مسؤول آخر؟ للأسف لم نرى أحدا من المسؤولين المدنيين، ولكن فوجئنا بتدخل الحاكم العسكري في الأمر، وفوجئنا بدبابة تقف أمام محول الكهرباء الرئيسي أمام الشركة خوفا من اقتحام العمال لمحول الكهرباء أو حرقه أو غير ذلك. طيب الآن هل ما زال الاعتصام أو الاحتشاد مستمرا أم انتهى الأمر؟ لا، أعلن العمال أنهم غدا سيقومون بعملهم والعودة لعملهم والحياة الطبيعية لهم، بعد أن وعدهم الحاكم العسكري بحل مشكلتهم بدءا من الخميس القادم وصرف مستحقاتهم المتأخرة. شكرا لك. من محافظة الغربية الصحفي